السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بكم جميعا. النهارده معانا عربية نيسان صني موديل 2017 أول كاتيجوري. مواصفاتها هنقول مواصفاتها وهنشرح العربية وهنتكلم عن كل حاجة فيها. بناخد بصة سريعة. العربية النهارده رش معايا جنبين أو رش حزام ما عدا السقف معانا فابريكا زي ما هو. العربية رش حزام خارجي، جميع الكماليات اوتوماتيك. هنتفرج على العربية وهنشوف كمالياتها وهنفتح صالونها. معانا فوانيس شبورة فوج لايت. عندي اكسسوار نيكل كده في الاكسدام الامامي من قدام. عندي اشارات مرايات. عندي حالة الكاوتش كويسة بحالة كويسة يعني مش محتاج التغيير. عندي اوكر نكت خارجية. هنفتح الصالون بتاع العربية ونتفرج على العربية. عندي شاشة حوالي 12 بوصة، شاشة كبيرة قوي. طبعا عندي اير باج، وسائل الامان في العربية موجودة. عندي اير باج، تابلو، حالة القوايم. بناخد بصة عن حالة القوايم. العربية النهارده معانا رش حزام خارجي سليمة دواخل. بنبص بصة معانا على حالة الدواخل. بسم الله ما شاء الله. عندي اماكن تخزين في العربية، سماعات امامية. عندي ارشادات الاير باج بستيكرز على الجنب من التابلو. حالة الصالون والفرش بتاع العربية صالون الفابريكا. بسم الله ما شاء الله. مساحة الصالون بتاعت العربية كبيرة قوي. مخادع رأس خلفية، مخادع رأس أمامية، وفي كونسولة موجود في العربية. ده بتاع العربية أكيد، ده بتاع العربية بيتحط هنا. تمام. ده كونسول إضافي زي ما احنا شايفين. عندي فيه تكييف خلفي بمستوى أو بمراحل سرعة زي ما احنا شايفين. بنحاول نوضحه معانا. مساحة العربية ال N17 معروفة ان مساحتها واسعة جدا. مخادع رأس أمامية. شكل التابلو من الكنبة الخلفية زي ما احنا شايفين، والشاشة الكبيرة قوي اللي محطوطة في نص التابلو. بسم الله ما شاء الله، مخليها الصالون فخم قوي. ده ليها سماعة كمان على القايم، يعني كمان الشاشة دي مدمج فيها بلوتوث، ممكن ازوده على التليفون GPS. مخدع نص خلفي بأماكن تخزين للكان. شفنا مساحة الصالون وشفنا الجنب اليمين من العربية، وهنشوف الظهر أو الخلفية بتاعت العربية. شكل الخلفية بتاعت العربية ال N17 ثبتت وجودها في السوق المصري. عربية في قطع غيار، توفير في البنزين، صالون واسع. عندي مفتاح ريموت بفتح منه الشنطة. عندي الشاشة الأمامية مزودة بكاميرا خلفية بنحاول نوضحها معانا. هنفتح الشنطة ونشوف مساحة الشنطة. مساحة كبيرة زي ما احنا شايفين. حالة الشنطة من جوه. هنشيل الفرش ونشوف حالة العربية من جوه زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. العربية 2015 بس بحالة كويسة جدا ما شاء الله. شفنا شنطة العربية. هنفتح الجنب الشمال ونشوف شكل الجنب قبل ما نفتح الباب. قلنا العربية رشة حزام خارجي، سقف فابريكا، رشة جناب، رشة كبوت، رشة شنطة. بنحاول نوضح معانا أساسيات العربية. نفس الكلام اللي قلناه في الجنب اليمين هو نفسه هو اللي موجود في الجنب الشمال. سماعات برضو في البيبان الخلفيه، ازاز كهرباء، مخدع نص للكنبه. هنفتح باب السواق ونشوف باب السواق. زرار الرباعي بتاع الازاز. عندي مكان او زرار لفتح الشنطه من هنا، فتح الكبوت والتانك من هنا. عندي ستيكر الفابريكا. طبعا صوت الزنان ده صوت النور من هنا. النور مفتوح، نقول ان النور مفتوح. عندي اماكن تخزين في الباب امامي، سماعات اماميه،
عندي كرسي السواق منفاخ بيعلى ويوطى زي ما انا عايز احدد مساحه الكرسي. هنركب العربيه وهندور العربيه ونشوف شكل الشاشه بتاعتها. عندي زي ما احنا قلنا العربيه فيها كل الامكانيات، والشاشه تاتش GPS، وعندي مكان بيقول لي كيلومتر ديجيتال. زي ما احنا قلنا هنفتح كده التابلو او نور العداد ونشوف العربيه عامله 192,000 بالظبط. الحمد لله مفيش اي اعطال. ايرباك طبعا، طاره، تكييف، فتيس اوتوماتيك، في اماكن للكان زي ما قلنا، في اكتر من مكان للتخزين، التابلو، حالة الصنور، حالة العربية الحالة كويسة قوي ما شاء الله. عندي ستيكر ارشادات الشركة مع العميل الملك الاولاني بتفعيل الضمان طبعا لما كانت هي زيرو. عندي مايك اللي يتوصل مع التليفون. زي ما احنا شايفين حالة العربية من جوه، اتفرجنا عليها. عجبتك العربية بتشرفني بالاتصال. نبطل العربية ونشوف شكل أوضة الموتور أو شكل الموتور. زي ما احنا شايفين حالة العربية الحمد لله من بره، وحالة السقف زي ما احنا شايفين ونحاول نوضحه معانا. حالة الطلب بتاعت العربية كويس. هنفتح ونشوف أوضة الموتور زي ما احنا شايفين التفاصيل. بسم الله ما شاء الله. تفاصيل العربية كأن حضرتك واقف بتتفرج على العربية، كل جزء فيها وكل حاجة فيها. عندي ده مكان الصدى، كان استخدام البطارية القديمة كانت ضربت، فده مكان حريق مية بطارية، لكن فردة الشاسيه أو الشاسيه عندي زي ما احنا بنوضحها اهو. الحمد لله مفيش أي حاجة. المسامير بتاعت العربية زي ما هي. ده مكان حتى هو باين معايا قوي ان هو كان مكان البطارية القديمة. حتى هنبص في الجنب كده هنلاقي نقط حاجات كده، هي دي مكان البطارية. لكن أساسيات العربية زي ما احنا شايفين كل جزء فيها. العربية عندي كل حاجة ببينها لك من قبل ما تيجي، كأنك شايف العربية قدام منك. المصداقية مطلوبة مننا، بنكبر بيكم، بنكبر معاكم. يا رب ما نكون طولنا عليكم، يا رب نكون وصلنا لكم المعلومة كاملة. المشاهدة زي ما انتم عايزين. انتظرونا ان شاء الله في فيديو تاني بعربية تانية بتصوير وتوضيح وشرح افضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.